محمد؟ اخيك متأخر قوي يا ابني. وبقى له كده ساعة في الشارع تقريبا. لا يا شيخة قال. لا ساعة. تفتكر الفلوس هتكفي معاه؟ الفلوس اللي تكفي؟ لا. ما احنا مش عارفين الاسعار ايه النهارده. انت بعتها بكام؟ اديله 150 جنيه. استحالة استحالة. بس هي الحاجات اللي انا طالباها ممكن كان يجي مثلا امبارح بباقي كتير. النهارده مش عارفين الاسعار ايه. النهارده رفعت. ما احنا كل دقيقتين رفعت 66%. كل دقيقتين في رفع. طب يعني ايه؟ مش عارفه ايه. انا طلبت بعشم الصراحه حاجات كتير. لا عشم جامد قوي ب 150 وعايزه باقي عشان يكفينا بكره وبعده. بتهزري. انت ايه؟ ده جه اهو. يا عمر افتح لاخوك. الحمد لله على السلامه. انت دخلت كده ليه؟ مش عارفه حاجه. مش عارفه ايه. هات لمي اشيائك يا سما كده. اداني كام؟ دي ايز البطاطس. ما شاء الله ما شاء الله. وريني كده شكلها. الله بطاطس كبيره. اللي بغالي دي اللي بغالي. دي اللي بغالي؟ دي مغالي. انا هسألك على الاسعار ماشي. بس جبت لي باقي؟ ايه؟ جبت لي باقي؟ شوف بس الحاجه. كنت طالبه من يوسف كنت طالبه من يوسف بطاطس. بصوا يا سيدي على البطاطس وجمال. نغير بقى ودي بقى المغالي. هو دي مغالي يعني. هو في حاجه بالرخيص؟ هو في حاجه رخيصه اصلا؟ لا ما مش عارف والله. كل حاجه حلوه دي حلوه دي المغالي. انت محسسني ان في حاجه ده من الغالي وده رخيص. الله على الفلفل. ماشي. ايوه حسسني من الاسعار. الفلفل ده من ابو غالي؟ ده اكيد. شايفه شكله حاجه مش طبيعيه. محترمه. انت بتعرف تشتري ايه يا قصي؟ القوطه. في قطايه اهي مفعصه. ايه ده يا يوسف؟ متعرفش تنقي؟ ما حسدت بقى. حسدت؟ ايه تاني وريني. تمام كده الخضار حلو. طماطم وفلفل وبطاطس. ماشي حلو كده. كده الجلاش اللي هي اصلا انا مش عارفه هتيجي ولا لا بس هجيب. حياتي جبتلي الجلاش. ماشي. غلي ولا زي ما هو سعره؟ كل حاجه غليت. مش حاجه غير من دقيقتين؟ غير من دقيقتين. غير من دقيقه. البقسماط. ماشي. المفيد بقى حلو. ايه ده؟ ده اللي اصلا ما كنتش متوقعه اني هجيبه. لا ما انت ما قلت لك لو هتجيب المضمون تجيب ده. مفيش مضمون ما تجيبش ده. الكبير ده. بس دي حلوه. دي من الكبير ده من اللي هو كام دي؟ نعرف نكمل. فلوس كفت زياده؟ وحشه. انت متاكد ان الفلوس كفت؟ الله طلع يلا. طبعا قبل ما يوسف يطلع انا قلت له ايه؟ انزل شوف يعني حاجه تكون سعرها مناسب كده ولا غاليه قوي ولا يعني حاجه تحت السلم يعني في المعقول. وهنعملها بيض وبقسماط كده ونمشي الليله يعني. مش لازم يعني حاجه تكون معروفه قوي يعني. انا ما اعرفش هو جاب بقى نوع ايه. معروف مش معروف كله. كل حاجه اقل من 70 معفن. يعني ايه مش عايزه اقول لكم توقعوا جاب ايه يعني. هو ممكن يعني لما يطلعك بس تنتقدني تقول لي طب ليه تجيبي الحاجات دي من بره؟ طب ما تعمليها في البيت. طب مش عارف ايه. معلش يعني هو ما بقاش في حاجه دلوقتي ينفع تتعمل في البيت يعني. لحمه غاليه، فراخ غاليه، كل حاجه بقت غاليه خلاص يعني. مش عارفه اقول ايه. فقلنا نجرب بقى الحاجات دي نشوف الدنيا هتمشي ازاي. طلع. ده اسمه ايه؟ برجر يا جماعه. ده اسمه ايه؟ صلاح عبد الفتاح. عارفين صلاح عبد الفتاح ده يا جماعه؟ بتاع زمان قوي. اول ما قالوا يا برجر والحاجات المصنعه دي كان هي شركه صلاح عبد الفتاح هي اللي كانت بتعمل بقى البرجر والكفته والحاجات دي. رجعوها تاني يعني. قعدت فتره ما فيش ما بقتش ينزل وفتره رجعت تاني يعني. امان يعني صلاح عبد الفتاح ده وبتعمل له اعلانات في التلفزيون. طب هنشوف كده. توقعت. طب والله يا يوسف عايش. عايش. قول. اول حاجه دي جبت لي باقي بجد؟ قلبي. لا وجبت دي كمان. دي اللي محمد؟ دي اللي محمد طالبها. ماشي. عارفين محمد ثانويه عامه فساعات نفسه تهف بقى على حاجات كده فاحنا لازم نراضيه. وهنعمل ايه؟ ثانويه عامه بقى. فنفسه هفه بقى على البتاع اللي انتوا شايفينه ده. شوكولاته. ماشي يلا اديني الباقي. 10 جنيه. يا ما انت كريم يا رب. 10 جنيه. الف الحمد لله. 10 جنيه كمان. الله يوسف حبيبي.
10 تانية. لا ما تتوقعوش في حاجه تاني يعني، كفاية، مش هطلع كفاية، تاني. كفاية. 10 جنيه تالت. الله، بسم الله ما شاء الله. 150 جنيه دول. انت بتهزر. ههزر ليه؟ يوسف جاب لي 3 عشرات يا جماعه، انتوا متخيلين؟ اما لو قلت لي في 5 كمان. اللهم صل على النبي. طب انا مش عارفه اقول لسه في خير، هو في غلا بس كويس والله الحمد لله. ما لو قلت لي في كمان 7 جنيه هم. بجد ما شاء الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي. طب والله العظيم حاجه حلوه. معاك اهو هي حاجه 47 حلوه جنيه. بالنسبه للغلا دلوقتي، بس عشان تعرفوا ان ال 150 جنيه دول انا كنت انزل مثلا بيهم السوق، املى عربيه الخضار خضار وحاجات قد كده، وانتوا عارفين ده طبعا. ال 150 كانت بتكفينا. يعني الحاجه دي كلها. لما يرجع لي بدول في شويه حاجات التافهه دي فيبقى قولي كويس 100 جنيه الحمد دول. لله. قولي 100 جنيه. ماشي. دوت. ايه تاني؟ البيك بص صراحه نسيهم في الاخر. نسيهم في الاخر. طيب ماشي، احنا هنعرف بعد كده. ده الفلفل جميل قوي على فكره، عاجبني. انت جايبه حلو فريش ده اللي بالكيلو وناشف ب 10 كده ده. وصابح وجميل. ب 10؟ طب حلو. انا طلبت ربع. يعني ب 2 جنيه ونص. ب2 ونص. طيب ربع. ودي بطاطس جميله قوي قوي الصراحه. انا طلبت من يوسف يجيب لي 2 كيلو. حلوه قوي. ب 12 جنيه. ماشي. 12 حلوه جنيه. قوي بس ماشي. 12 جنيه. 2 كيلو. جبت لي 2 يعني كيلو. كيلو ب 6 جنيه. والله. ايه تاني؟ ايه ده؟ 6 جنيه كيلو؟ ايوه. طب والله حلوه. والله يعني هو حاجه جميلة. دلوقتي ب 6 جنيه. طب والله جميله. ربنا زمان يبارك بتجيبها ب فيك يا 2 حبيبي. جنيه كيلو. ربنا يبارك فيك. ايه الجمال ده؟ قوطه. الطماطم الجميله الحلوه دي. طيب انا بحب الطماطم الصغننه اللذيذه دي. بكام؟ لا دي لازم دي تتوقع. اخر اضربي حاجة- سعر، اضربي سعر، اخر حاجه شفتها 7 8 اضربي سعر، كده. ده انا من كام يوم. اضربي سعر. كام؟ جبتها ده ب5؟ كيلو، ده كيلو. جبتها ب5؟ لا. ده كيلو؟ 5 ايه بس يعني هروح 6؟ اجيب. لا 4 جنيه. بتهزر يعني. بهزر اكيد. 3 جنيه ونص. والله؟ لا تلاتة بس جنيه يا ونص. جماعه طب والله حلوه. 3 جنيه ونص. ده دلوقتي ب 8 جنيه هنا. جبت ايه؟ كيلو. طب جبتش كيلو ونص ب5 ليه؟ ما اعرفش بقى. يعني جاي في ما كيلو؟ توقعتش ان هيبقى باقي يعني. انا جبت ده في الاخر. يعني انت ذكي قوي، اذكى اخواتك كده. 3 ونص عارف كيلو إن ونص ده. ب5 عارف ان ده يعني، او 3 كيلو. لا القسماط. البقسماط ماشي معروف دي؟ سعر. لفه الجلاش الجميله دي 15 جنيه. عشان لما ربنا يكرم كده ان شاء الله وسما تنجز معايا في 4 ابتدائي مذاكره، يعني لو انجزنا نبقى نعملها حاجه حلوه. ده لو يعني انجزنا، ما كانش هحطها في الفريزر جنب الخضار. 15 جنيه. دي غليت شويه، كانت ب12 ونص. والله جميل. لا بقى. ايوه. معلش توقع. معلش هتعبتكم معايا. هو مش الطب يعني ما ماشي، ما هي رخيصه. ما هم تبقى كل ما هترخص كل ما انا هتضايق يعني، اكيد هيبقى منيل ب 600 ما جنيه. هو اصلا كله منيل يعني مش يعني. 45 جنيه. والله خلاص. حلو جميل يا جماعه، مش 45. مشكله. كام قطعه ده؟ مش كاتبين كيلو؟ بس هما كاتبين يعني كيلو. 20 قطعه ولا حاجه. بس هما 45. كيلو. طب والله يعتبر حلو ده. فقلت لهم بصوا احنا ممكن نجيب عيش سوري ونعمل بطاطس محمره فيه وهمبرجر كده يعني. بس هي الفكره ان برضو عايزه اقول لكم ان احنا يعني انا بحب اروح عندنا هنا سوق الخضار، بيبقى افضل انك تروحي، بيبقى الحاجات فيه ارخص شويه عن لما تروحي للخضري نفسه كده. بيبقى الخضري الحاجه بيحط الطاق 2 وحاجات كده واسعار خياليه، وكل واحد ماشي بمزاجه في اسعار غريبه يعني. فبرضو السوق بيفرق في الاسعار، لما بتجيبي كذا حاجه بيفرق معاكي برضو في مبلغ. فبرضو نحمد ربنا ونقول الحمد لله ان الواحد يعني يومه بيعدي بخير، وده اهم حاجه، وربنا يفكها علينا كلنا. والغلا الفظيع ده ان شاء الله الدنيا تظبط باذن الله، واللي جاي احسن، وربنا يفرجها علينا جميعا يا رب، ويخلي لنا اولادنا ويحفظهم. وزي ما انتم شايفين كده الفيديو اللي حبيت اوريه لكم ده واعمله لكم من حاجات قليله كده، الحمد لله ربنا يجعلها بركه ونعمه علينا يا رب العالمين. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله. وانا فرحانه قوي بالباقي ده جدا، عايزه اقول لكم والله ما كنتش متوقعه خالص ان يوسف يرجع بباقي خالص. فانا مبسوطه انه رجع لي بباقي، لان مفيش حاجه دلوقتي بنجيبها وفي باقي بيرجع، فالحمد لله. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.